من كام يوم كنت عملت بول على اكس كده، كنت بسألكوا عايزين فكرة الفيديو اللي جاي هتبقى عن ايه، والحمد لله رد عليا 52 واحد. أيتها الجماهير العريضة، واحب اشكر ال 52 واحد دول ان الفوتنج راح لفيلم الحريفة، ومش مضطرين نعمل مراجعة لفيلم الاسكندراني. فيلم الحريفة، الفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح. الاتنين دول ميزتهم إن هما مخرج ومؤلف شباب، وطلعوا لنا فيلم فكرته وقصته حلوة جدا. الفيلم بيحكي عن قصة ماجد، شاب في مدرسة حلوة كده من اللي هما إيه كلهم 3 حروف، ومستواه الاجتماعي حلو جدا، وبيحصل له ظرف بيخليه يضطر ان هو يروح مدرسة تانية. بس اكتر حاجة بتخليه يعرف يتعامل مع الناس اللي في المدرسة التانية دي هي الكورة، وان هو واحد حريف وكان بيلعب في نادي لحد ما اتفصل منه. والمدرسه اللي بيروحها دي اسمها مدرسه الابطال، وبيبين لك قد ايه علاقته بقى بتبدا تكبر مع الناس دي، وان حبهم للكوره هو اللي بيجمعهم. والفيلم ده فيه حاجه تحس كده اول لما تخلصه ان انت عايز تبدا يعني تكلم صحابك وتعمل حجز كوره. الو يا صفصف. الحجز بقى بقول لك من 8 ل 10، مش هتعرف تيجي، نايم بنتك عشان عندها مدرسه بكره. طب تمام يا معلم، تمام زي الفل، مفيش مشكله. لا ادهم ايه، لا ادهم الحمد لله لعب معانا اخر مره 2014 وجاب جون عشان الفرقه الثانيه كانوا بيشربوا ميه بره. لا تمام يا معلم. واضح ان الاحداث دي حقيقيه. استخدمتها بطلاقه. الفيلم ميزته هو شخصياته وبناء الكاركترز بتاعته ودخوله في الموضوع على طول. نبدا بنور النبوي. في الاول انا كنت مستغلسه شويه او مستثقله، بس اكتشفت ان هي دي حاجه تقريبا من حته الشخصيه، ان هو بيلعب بقى الولد ابن الناس واللي هو ها بنتكلم بطريقه معينه. وبعد كده تقبلي ليه بدا يزيد كتير قوي خلال والفيلم شغال. وانا بصراحه ما كنتش اعرف كزبره، بس لما شفته في اول مشهد حسيت لا ايه يا عم الغلاسه دي. بس بعد كده بقى دمه خفيف جدا، وهو اللي بقى يقول الافيهات، وكان شايل جزء من الكوميك ريليف بتاع الفيلم. ولو هنتكلم على الكوميك ريليف فنحب نشكر عبد الرحمن محمد على الدور اللي عمله، وتحسوا ان هو الكاست بتاعه ممتاز فيه. يعني تحس ان شخصيه عبد الرحمن كان فيها جزء من اللي هي الافيهات اللي بتترمي دي، وفي نفس الوقت عمل لك الحته الولد الغلبان اللي معاك في المدرسه بشكل حلو جدا. الى غير ان افيهاته كانت حلوه جدا والتوقيت بتاعها كان ممتاز. يا يوسف، مش هتعرف تيجي ليه يا معلم؟ يا معلم جوانتي ايه اللي عند جدتك بس؟ يعني خلاص تعالى من غير جوانتي. مش هتعرف تقف من غير جوانتي. طيب تمام يا معلم، تمام. وعندنا ميزه انا بشوفها حلوه جدا في الافلام اللي تخليك فاكر اسامي الشخصيات. يعني انا لما اقول لك ان بقيه الفرقه كان في نص وجilberto وسلوم، ده بالنسبه لي الفيلم نجح ان هو خلاني اتعلق بالشخصيات دي. احمد حسام ميدو لما لقيته على البوستر وكان ظاهر في الاعلان، كان بالنسبه لي يا ترى هينجح ولا هيخيش، وخصوصا ان هو تقريبا دي اول مره يمثل، ما طلعش قبل كده غير في اللعبه، وممكن كضيف شرف في شويه مسلسلات. وبصراحه اداؤه كان لطيف، ويمكن عمل مشهد كده، يعني ده المشهد الماستر سين بتاعه اللي هو تحس ايه فيه كذا جمله بيقولها وعملها حلو قوي. وانا ساعتها حسيت ان احمد حسام ميدو ما بيتكلمش بقى للعيبه دي وبيتكلم على الاستهتار، انا حاسه بيكلم ميدو القديم، او بيكلم شخصيته القديمه كده اللي هو عن الاستهتار، وان انت المفروض ازاي كنت تاخد بالك كلاعب. يا عمور، لا الف سلامه، قطع في الاربطه. ما احنا ملناش رياضه كتير في السن ده. طب والواد يوسف ايه نظامه؟ لا التاني اللي بيقف جول مش هيعرف يجي، قطع في الاربطه هو كمان. لا ربنا معاكم. وكمالة الشخصيات معانا بيومي فؤاد، هل هو دوره مؤثر؟ لا، هو طالع بيومي فؤاد في 3 4 مشاهد. ويمكن ده يرجعني للوعد اللي كان بيومي فؤاد وعده للجمهور بعد رمضان السنه اللي فاتت، وقال لك لا يا جماعه انا هنقي اعمالي ومش هطلع في اعمال كتير. والحمد لله ما بقالناش غير اسبوع في يناير وبيومي فؤاد طلع في 3 اعمال في يناير ده بس. وبصراحه انا فكره ان هو كان معلق دي على فكره بيجي منها كوميديا، وشفناها مع محمود عزب في امير الظلام، ومدحت شلبي في مرجان احمد مرجان. بيومي فؤاد ما عملش اي حاجه، وفي حته انا حسيته كانه نسي الكلام وهم سابوها في الفيلم. بيقول لك مين الحته دي ما اتقطعتش. بالنسبه بقى للاداءات، انا احمد غزي اللي قام بدور الششتاوي كان بالنسبه لي الراجل ده لما بيظهر بيسرق الكاميرا، الى غير ان هو اداؤه بسيط جدا ومش محتاج يتكلم بقى كلام المهرجانات وكلام اللي هو المسلسلات بتاعت عمرو سعد علشان يبين لك ان هو من منطقه شعبيه. وبما اننا خلصنا الشخصيات ممكن نيجي لحته التاليف. فزي ما كنت بقول لكم الحوار سهل وبسيط، وفي نفس الوقت تحس ان الناس دي مولوده في المكان ده، مش لازم يقولوا حكم التكاتك علشان يبانوا ان هم بقى عيال مخربشه. ولو هلوم حاجه في التاليف او الحوار شويه فهي شخصيات الاكسبوزيشن. ايه هي شخصيات الاكسبوزيشن؟ ده شخص بيطلع بيحكي لك موقف كامل، اللي هو يا جماعه احنا كسلنا نعمل مشهد او ما عرفناش نعمله لايا كان السبب، ففي شخص بيجي يقول لك لا اصل هو بيحب الفلانه دي والنهارده مش عارف ايه ومتوافق ان عيد ميلاده ومش عارف.
اللي هو بيجي يشرح لك ليه البني ادم ده متضايق، احنا ما بنخدش مع الشخصيه المشاعر اللي هي بتحسها. وفي لقطه كده يعني هي اكيد مقصوده في الكتابه، طبعا احنا بطلنا اسمه ماجد، فعدوه في الملاعب هيبقى اسمه ايه؟ كابتن بسام. والاخراج كان عارف نقط قوه الفيلم كويس قوي ولعب عليها. هو عارف ان الفيلم ده لمحبين الكوره، فهو استغل الشطات بتاعه اللعب في العشوائيات والبطوله اللي في الاخر بشكل حلو جدا، والكتات والمونتاجات اللي فيها كانت حلوه وممتازه. ونيجي لحته الموسيقى التصويريه، انا كان جوايا حته كده بقارنها على طول بموسيقى فيلم العالمي، لان دي اكتر حاجه كانت بتعلق معايا في افلام الرياضه. وتحس دايما الموسيقى التصويريه في افلام الرياضه بشكل عام تبقى مهمه جدا وبتعلق مع الناس اكتر. يمكن الموسيقى التصويريه بتاعت الوايلي كانت حلوه قوي، بس انا حاسسها مش هتعلق غير وانت بتتفرج على الفيلم، يعني لازم تشوفها ووراها مونتاج كوره بيحصل. نيجي للسلبيات سريعا، وده هي زي ما قلت هي شخصيات الاكسبوزيشن واللي بتشرح لنا مواقف كتير. وبرضه حسيت ده في حته الفويس اوفر، لما كان بنيجي الموقف صعب شويه بحس ان احنا بنقوم معديين ونوقف الشاشه او بنشغل المشهد وفي فويس اوفر بيحكي لنا احنا كمشاهدين المفروض نبقى فاهمين ايه او حاسين بايه. وبصراحه اول 10 دقايق من الفيلم كانوا يعني تقال شويه، فانت لو عديتهم فانت كده في امان يا معلم. واخيرا الفيلم ده لو لناس مش محبين كوره او ما بيتعلقوش بالكوره والدراما بتاعتها واتنططوا والكلام ده، غالبا ممكن يستثقلوا الفيلم شويتين. انا الفيلم ده يا جماعه اثبت لي حاجه، ان احنا مش محتاجين نجيب ناس نجوم شباك ولا وشوش حتى شابه متعودين عليها كتير، لا احنا جبنا ناس، في ناس منهم اول مره نشوفهم او ما طلعوش في اعمال كتير وعملوا فيلم حلو جدا. وكمان ده ما يرجعش للممثلين بس، انت بتتكلم على مؤلف شاب ومخرج ده اول عمل ليه. فانا بالنسبه لي انبسطت جدا في فيلم الحريفه وهديله تقييم 8 من 10. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي فولو على انستجرام وتويتر، واشوفكم في حلقه جديده وشكرا. ايوه. لا يا ادهم، لا لا لا، مين اللي قال لك ان في لعب كوره؟ لا مفيش، ما اتلغى. طيب خلاص انا هلبس ونازل العب معاك بادل.